اهلا بيكم. النهارده هنعمل الجزء الاول من الموسم الاول من مسلسل جرام، ويا ريت لو عجبكم المسلسل تعرفونا في التعليقات، ولو ما عجبكمش تعرفونا برضه. قبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. بنشوف بنت خارجه الصبح بتجري، ولما بتدخل الغابه بتلاقي عروسه صغيره على الارض وبتقرب منها تاخدها، فبتتعرض لهجوم وبتختفي. بعد كده بنشوف هانك وهو بيصور نيك وهو خارج من المحل بعد ما اشترى خاتم الخطوبه، وبيقف عند العربيه وبيكون في بنتين خارجين وبيبص عليهم نيك، لكن بيقول له هانك انت لسه شاري خاتم الخطوبه يا سياده المحقق. بس نيك بيشاور على واحده منهم وبيقول له انها محاميه وبتكسب $1,000,000 سنويا، وكمان عندها BMW وبتحب شريك في مؤسسه المحاماه وانها سبب مشاكل كتير. لكن بيقول له هانك انت ليه ما بتبصلهاش انها حلوه وخلاص زينا؟ بس بيرد عليه وبيقول له ما اقدرش، وبيقول له اركب جالنا مكالمه. وقبل ما بيركب بيكون وشها قلب وهو باصص، ورجع تاني بعدها لطبيعته. وبيروحوا المكان اللي اتعرضت فيه البنت للهجوم، وبتكون مش باقي غير جزء من الايد والهدوم المتقطعه في كل حته. فبيسال هانك الضابط ايه الحيوان اللي ممكن يعمل كده، بس ما بيكونش عارف. وبيطلب نيك انهم ياخدوا الحمض النووي لاثر الجزمه اللي لقوه عشان يحاولوا يكتشفوا ويحددوا اذا كانت قضيه الشرطه ولا للمحققين. بعد كده بيقول هانك لنيك انه نفس اللي حصل من شهر عند مانسن كراك. وبعد كده وهم ماشيين بيلاقوا الايبود بتاع البنت على الارض، وبيروحوا مكتبهم وبيتفقوا ان لحد ما يطلع تقرير الحمض النووي نيك هيعمل بحث عن اغرب الوحوش المفترسه في المنطقه، وهانك هيودي الايبود يترفع من عليه البصمات. وهم داخلين بيكون في واحد قاعد قدام مكتب من المكاتب، وبيبص له نيك ووشه بيتحول وبيرجع تاني برضه في لحظتها. وبيقول نيك لهانك ان نتيجه البحث طلعت 8 وحوش مفترسه، ولا واحد فيهم بيسبب العنف اللي احنا شفناه. وبيعرفوا هانك ان الضحيه بنت جامعيه خرجت تجري وما رجعتش. وبيروحوا لسكنها وبيسالوا زميلتها واللي بتاكد انها خرجت وما رجعتش وكانت لابسه احمر، وبيشوفوا الصوره وبيتاكدوا انها نفس الشخص. بعد كده بيروح نيك لبيته وبتكون خالته هناك، وبيسالها وصلت امتى، وبتقول له حبيبته جولييت انها لما جت لقيتها، وبيسلم عليها وبتقول له انها عايزه تتكلم معاه. وبيخرجوا وبيتكلموا وبتساله الوضع سيء الى حد ايه، فبيرد نيك وبيقول لها وضع ايه، فبتقول له ان انت بتشوف حاجات ملهاش تفسير، وبيسكت فعلا. فبتقول له خالته ان حظ عيلتهم السيء بيتنقل ليه، وانه لازم يسيب جولييت لان ده خطر. قبل ما تكمل كلامها بيهاجمهم كائن غريب، بعد ما بيضربوه وبيضربهم بينجح نيك انه يقتله بالمسدس، ولما بيموت بيرجع تاني لشكله الطبيعي. بعد كده بيروح بسرعه لخالته اللي بتكون بتموت، وبتديله سلسله وبتقول له احميها هم هيجوا يدوروا عليها، وكمان بتقول له ان اهله ما ماتوش في حادثه، دول اتقتلوا. بعد كده بيجي البوليس وبيقول نيك اللي حصل لهانك، واللي بيقول له روح المستشفى واحنا هنرفع البصمات وبعد كده هنعرفك. وبتعرض جولييت على نيك تروح معاه، لكن بيقول لها خليكي مش هتاخر. ولما بيروح المستشفى وبتستعيد خالته وعيها بتقول له انها ما عندهاش وقت، وان هو اخر آل جرام وكل اللي هيحتاجه في المقطوره بتاعتها. بعد كده الدكتوره بتقول له انه لازم يمشي وممكن يشوفها بكره. وهو ماشي بيشوف السلسله وبيلاقيها مفتاح، وبيروح المكتب بعدها وبيكون في ايده حاجه، وبيساله هانك هل ترجم المكتوب، بيقول له معناها حاصد آل جرام. هانك بيقول له استنى لما تسمع اللي عرفناه عن الشخص اللي هاجمكو، وبيعرفه انه اسمه هولدا وانه محاسب، لكن بصماته بتطابق مع بلطجي متهم بالقتل والاغتصاب في اكتر من ولايه. بعد كده واحد من المكتب بيقول لنيك ان المدير عايز يشوفه، ولما بيروح له نيك بيساله انت كويس، وبيقول له ان كمان ده اول اطلاق نار ليك اكيد بيكون صعب ولازم تزور المعالج النفسي التابع لينا. وبيطلب من نيك انه يروح يرتاح. وبيحلم نيك وهو نايم بان واحد من الوحوش دول بيجري ورا جولييت، وبيصحى مفزوع وبيقرر ينزل يدخل المقطوره بتاعت خالته، وبيقعد يدور فيها وبيلاقي سلاح وكتاب مفتوح، وبيبص فيه بيلاقي صوره هولدا. ولما بيقلب الصفحه بيلاقي صوره البنت المحاميه اللي كان شافها، وبيعرف انها منهم هي كمان. وبتدخل عليه جولييت وبيتخض. بعد كده بياخدها وبيخرجوا، وبيقول لها انه هيبقى يتعامل مع المقطوره دي بعدين. وتاني يوم لما بيروح المكتب بيقول لهانك ان هم كده لسه مش عارفين هم بيدوروا على انسان ولا حيوان، لكن هانك بيوري له شكل الجزمه اللي كان لابسها مطابقه للاثار. بعد كده بنشوف ساعي بريد بيكون ماشي وفي بنت صغيره ماشيه، فبيغير اتجاهه وبيروح وراها. بعدها بيروح نيك المستشفى وبتكون خالته دخلت غيبوبه تامه، والدكتوره بتقول له ان في جروح في جسمها كله، بس بتجيله مكالمه فبيمشي بسرعه. وبيكون البوليس وبما فيهم هانك ونيك موجودين عند بيت الطفله اللي خرجت وكانت رايحه لجدها وبعد كده اختفت. وبيكونوا متجمعين في مكتب التحقيقات، والمدير بيقسمهم فرق وبيديهم التعليمات عشان يبداوا البحث. وبيقول نيك للمدير ان الطفله كانت لابسه احمر والبنت الجامعيه كمان كانت لابسه احمر. وبيروح هانك ونيك يدوروا في المنطقه، وبيلاقوا شنطه الطفله في الغابه وبيمشوا ورا اثر الاقدام. وبيوصل هانك لبيوت وبيشوف واحد من المتحولين وبيجري وبيمسكه وبيساله عن البنت وبينادي على هانك. بعد كده بتيجي الشرطه وبتفتش البيت كويس وما بيلاقوش اثر للبنت. وبيقول هانك لنيك ايه اللي انت شايفه واحنا لا. نفس اليوم بالليل بيقرا نيك في الكتاب وبيتاكد ان الشخص اللي شافه من ضمن اللي في الكتاب، وبيروح نيك وبيراقب الشخص ده وبيهجم
بيحكم عليه وبيشوف نفس الوش وبيقول له انه بيثبت وجهة نظره بس. وبيدخلوا سوا البيت وبيقول له ان انت شكلك جديد، وبيعرف نيك منه انهم اسمهم البلود باد، وبيقول له كمان ان هو بطل يقتل من زمان. وبيعرف نيك طالما جيت هنا يبقى اكيد بدأت تشوف حاجة. قال له لا انا بدور على بنت صغيرة، وبيقول له ان انا عايز اعرف مكانها وانه اكيد عارف مين اللي خطفها. وبيرد عليه وبيقول له انهم مش اجتماعيين عشان لما بيتجمعوا بتحصل مشكلة، وخصوصا لو في لون احمر. بعد كده بنشوف الراجل اللي خطف البنت وبياخدها البيت في الغابة وبينزلها الأوضة تحت الأرض وبيقول لها إن ده بيتها. بعد كده بياخد الراجل نيك وبيروحوا للغابة وبيحطوا حاجة على جسمهم عشان محدش يشمهم، لكن ما بيقدرش يكمل مع نيك وبيقول له مش هضمن رد فعلي. وبيتصل نيك بهانك ولما بيوصل له بيحط له من نفس الحاجة وبعدها بيخبطوا عليه وبيدخلهم، لكن بينكر إنه شاف البنت. ولما بيخرجوا من عنده بيفتكروا إنه كان بيغني نفس الأغنية اللي على الآيبود بتاع البنت اللي اتقتلت، فبيرجعوا بيقتحموا البيت. بعدها بيقتلوه بعد ما هاجمهم وبيلاقوا البنت الصغيرة وبيرجعوها فعلا لأهلها. وبيروح نيك لخالته وبيقول لها انه محتاج يعرف حاجات كتير وانه هو بيحب جولييت ومش عايز يسيبها. وبتدخل البنت المحامية وبتحاول تحقن خالته بحاجة لكن بيمنعها، بس الحقنة بتدخل في ايده هو. ولما بتخرج البنت للشخص اللي كان مستنيها بتقول انها ما عرفتش تموتها عشان هو كان موجود، فبيقول لها نجرب تاني. وبنشوف اتنين بيدخلوا بيت كبير وبيعجبوا برفاهيته وبيتمنوا انهم كانوا يتولدوا اغنياء وبياكلوا وبيشربوا. وفجأة بيسمعوا صوت عربية وبيبص روكي من الشباك بيلاقي حد من البيت وصل، فبيقرروا ينطوا من الشباك. وبتنزل جيلدا الاول، ولما بيجي ينزل روكي حاجه بتسحبه وبيفضل يصرخ وهي بتهرب بالعربيه. بعد كده بنشوف نيك وهو في اوضه الطوارئ والدكتور بيطمنه ان كميه السم اللي اتحقن بيه مش كبيره، ولو حس باي اعراض يرجع للدكتور فورا. وبيخرج نيك من الغرفه وبيطمن عليه هانك، وبعد كده بيروح عند اوضه خالته وبتقول له الدكتوره انهم هيمنعوا اي حد يدخل. وبيكون مديره وصل وبيساله عن ازاي عرف انها مش ممرضه. قال له عشان حقنتني وجريت. وبياخدوا الكاميرات وبيروحوا القسم عشان يفرغوها ويشوفوا مين دي، بس في القسم ما بيقدروش يتعرفوا عليها لان الكاميرات مش جايبه وشها. وبيجي ضابط وبيقول لهانك ونيك ان في بنت قبضوا عليها بتسوق بسرعه رهيبه تحت تاثير الكحول، وان كمان اسمها جيلدا تحكي قصه مجنونه عن حبيبها اللي اتعرض لهجوم. وبيروح نيك وهانك للمكان اللي اقتحموه وبيلاقوا بوليس هناك لكن ما بيكونش فيه اي اثر لروكي، وكمان اصحاب البيت بلغوا ان في حد اقتحم بيتهم. ولما بيدخل نيك وهانك بيلاقوا ان كلام البنت عن الاقتحام صح، ولما بيسالوا صاحب البيت في اي حاجه اتسرقت بيقول ان لحد دلوقتي لسه ما اكتشفوش حاجه، وبيكون عندهم مجموعه مقتنيات اثريه ومنها ايد متحنطه ليها مخالب وبتلفت جدا انتباه نيك. بعدها بنشوف روكي محبوس ومغميين عينه في كهف وبيكون معاه حيوان مفترس بيشمه. ولما بيرجع نيك وهانك ومعاهم جيلدا لمكتب التحقيقات بتقول لهم انهم ما بيعملوش كده بغرض السرقه لكن كل هدفهم المرح، وبتطلب منهم انهم يلاقوا روكي. وبتقول لهم ان كان في حاجه بتجري وراها لما حاولت تهرب بس ما قدرتش تعرف ايه لانها كانت خايفه وهربت بسرعه. وبيقول هانك لنيك ان ليه مش ممكن تكون هي اللي قتلته عن طريق الغلط وهم بيحتفلوا، وكمان اخفته في اي مكان وبتحاول انها تبرئ نفسها. بس نيك بيقول له ما افتكرش لانها عايزانا نلاقيه. بتتصل خالة نيك بيه وبتقول له انها عايزه تشوفه دلوقتي بسرعه، وبيروح لها وبتقول له انه لازم يطارد الاشرار منهم زي ما عملت عيلته قبل كده، وانهم ما ينفعوش يلاقوا المقطوره لانهم ما يعرفوش انها موجوده. بعد كده بيروح هانك ونيك للبيت اللي تم اقتحامه، وهناك بيلاقوا ابن صاحب البيت باري ومعاه 2 صحابه وبيوريهم صوره جيلدا وروكي، بس بيقولوا انهم ما شافوهمش قبل كده. وبيسالوا صاحب البيت ومراته برضه بيقولوا انهم ما شافوهمش. وبيتحول في اللحظه دي وش ابنهم، فبيتاكد كده نيك ان هو منهم وبعدها بيمشوا. بعدها بتكون المحاميه اللي حاولت تقتل خالته موجوده مع نفس الشخص اللي كان معاه، وبيقول لها ان خالته لازم تموت قبل ما تقول له معلومات اكتر. بعدها بيرمي باري واصحابه دميه على اوتاد خشب في الارض، وبيحلم نيك وهو نايم بخالته داخله عليه المقطوره، وبتقول له ان هيكون في كتير من الاحمر بعد ما تغيب الشمس. وبعدها بتطعنه في ايده بخنجر وبيصحى مفزوع. وبتكون جولييت نازله في الوقت ده عندها شغل، وبينزل يدخل المقطوره وبيدور فيها وبيلاقي نفس الايد المتحنطه اللي ليها مخالب. وبيروح لراجل البلوتاباد اللي ساعده وبيوريه الايد وبيساله عنها، وبيقول له ان اللي بيستخدمها لياجرا بارز وبيستخدموها في نزع الاحشاء وانهم بيختلفوا عنهم. كمان بيستخدموا المخالب دي في الرهات، وده بيكون احتفال ديني ببلوغ الدبب عندهم. وبيروح نيك لخالته وبيسالها عن الرهات، بتقول له يبقى شفت لياجرا بارز؟ بيقول لها وعمره 18 سنه. بتقول له دي تبقى مشكله، هيبقى في احتفال ديني وهيحتفلوا بالدم على ايدهم ساعه غروب الشمس. ولما بيروح المكتب بيقول له هانك ان هم اتاكدوا ان باري بيكذب وانه كان في البيت في الوقت
الوقت ده، وبيبلغوا نيك ان الحراسة اترفعت من على خالته لان مفيش ادلة ورا محاولة قتلها. وبيجيب نيك البلوتاباد وبيطلب منه يحمي خالته وانه هيكون مديون ليه لانه هو الوحيد اللي بيثق فيه وبيشوف اللي بيشوفه. وبيكلم هانك نيك وبيقول له ان جيلدا خرجت بكفالة واخدت مسدس ابو روكي وراحت تدور عليه، يا اما تلاقيه يا اما تقتلهم. توصل جيلدا لكن باري وامه بيضربوها وبيخطفوها وبيخلصوا من العربية عشان محدش يعرف. وبيوصل نيك وهانك ولما بيلاقوش ليها اثر بيفتكروها ما وصلتش، وبيروح هانك يسد الطريق عليها لما توصل. وبيقول نيك لصاحب البيت ومراته انه عارف هما ايه، وبيقول له الراجل واحنا كمان عارفين انك جرام وانك خطر علينا. فبيقول له نيك انه عارف عن الرهات، بس الراجل بيقول له ان ده ما بقاش يحصل خلاص. والست بتسيبهم وبتدخل، وبيقرر يروح الراجل مع نيك يدوروا على ابنه واصحابه وروكي. وبيلاقوا كهف في الغابة، فبيدخلوا بيلاقوا هدوم على الارض وبيشمها الراجل وبيقول له انهم بدأوا المطاردة. في الوقت ده بيجي 2 وبيحاولوا انهم يقتلوا خالة نيك لكن بينقذها البلوتاباد. بيدور في الغابة نيك والراجل وبيقدروا يوصلوا الاول ليهم. في اللحظة دي بتحاول ام باري انها تقتل نيك لكن بتقع على الاوتاد اللي عملها ابنها، وبيقبضوا عليهم ال3 شباب وجيلدا وروكي. وبيعتذر ابو باري لنيك وبيتصل البلوتاباد بنيك وبيقول له ان هو لازم يجي وانه مش هيقدر يعمل حاجة تاني. بعد كده بيحاول واحد انه يقتل خالة نيك لكن هي بتقدر تموته الاول وبيوصل نيك وبتموت خالته بين ايده وبتقول له افتكر دايما انت مين. وبكده بيكون خلص ملخص الجزء الاول من الموسم الاول من مسلسل جرام. وما تنسوش لو عجبكم المسلسل قولوا لنا في الكومنتات عشان نكمل، ولو انتوا جداد معانا ما تنسوش تشتركوا في القناة.